اخر حاله انقاذ انقذتها قلت اطلع بيها على جمعيه رفق بالحيوان، جمعيه حمايه من ال 26 جمعيه اللي موجوده في مصر، موثقه ومعتمده وشغاله تمام التمام وورق تمام التمام والشغل بتاعهم تمام التمام. سبت حاله الانقاذ في العربيه وقلت اخش اشوف الدنيا فيها ايه. يا دوب مشيت مفيش 3 دقايق ولقيت لك تمساح جوه. جمعيات الحماية، جمعيات الرفق بالحيوان، ناس كتير جدا سمعت الجملتين دول وناس قليلة جدا راحت وشافت بعينيها ايه اللي موجود جوه الجمعيات دي. اللي قدام حضراتكم دول يا حضرات مخلوقات ضعيفة ربنا سبحانه وتعالى خلقها معانا في الدنيا. كل حالة من دول ليها سجلها في المعاناة، اللي منهم عانى من الجوع واللي منهم عانى من العطش وكلهم عانوا من الألم، لأن كلهم يا حضرات اتعرضوا لحوادث. كتير من المخلوقات الضعيفة دي في شوارعنا بيتعرض لحوادث وبيعاني يوميا من عذاب وألم، ولكن وبفضل الله عز وجل في جمعيات حماية في مصر شغالة على أرض الواقع. وفي كل الدول يا حضرات لو بحثت ودورت هتلاقي جمعيات حماية، ولكن الفرق بيننا وبينهم شاسع. وبرغم كل الظروف الصعبة الجمعيات اللي في مصر بتحاول على قد ما تقدر إنها تحافظ على الحالات اللي استقبلتها من الشارع. وأكبر دليل هو الابتسامة اللي قدام حضرتك دي، الابتسامة اللي أنا شخصيا دفعت ثمنها ببهدلة هدومي، ولكن الخطأ عندي أنا مش عندهم هم. أنا إيه بس اللي يخليني أجي أزور جمعية رفق بالحيوان وأنا لابس تيشيرت أبيض؟ في زيارتي لجمعية اسمها كنت في قمة السعادة، كنت في قمة الانبساط، لأني شفت شغل على أرض الواقع بفضل الله ثم الناس المسؤولين عن الجمعية. كل الحالات اللي هناك صحتها كويسة، بتاكل كويس وبتتعالج كويس ومتحافظ عليها، سواء استقبلوا تبرعات أو ما استقبلوش تبرعات. مش كده وبس، ده بل كمان بيلموا من الشوارع أصعب الحالات اللي مستحيل تكمل في الشارع. الجمعيات دي شغالة في النور، تحديدا جمعية اسمها اللي أنا زرتها، الناس دي شغالة بما يرضي الله، وده أنا شفته بعيني وقدام حضراتكم. انتوا شايفين كل الحالات مهتمين بيها ازاي. حالات كان من الصعب جدا انها تكمل في الشارع. الجمعيات دي بتنقذ حالات من الشارع بتبقى صعبة جدا، وبعض الأحيان بعض الناس بيودوا لهم حالات تم إنقاذها. وبرغم المسؤولية اللي شايلينها مع ذلك هم جزء كبير من خطة الدولة 2030، ألا وهي تعقيم وتطعيم كلاب شوارعنا. الناس دي شغاله بره وجوه. انا اسف ان طولت عليكم، وطبعا ناس كتير مستنيه تعرف ايه قصه التمساح اللي انا قابلته جوه. الحكايه يا سيدي وانا ماشي بتجول وسط اوفياء الجمعيه اتفاجئت باللي قدامك ده عمال يهوهو عليا وكانه بيقول لي انت رايح فين يا عم؟ انت اقف عندك، انت مفكر الجمعيه دي مالهاش ظابط ولا رابط ولا ايه؟ رايح فين انت؟ كل الاوفياء اللي في الجمعيه استقبلوني استقبال محترم الا اللي قدامك ده. سالت الناس اللي ماشيين معايا قلت لهم مين ده يا جماعه؟ قال لك ده تمساح، وتمساح ده اللي معاه الرقم السري بتاعه منى خليل. طب يا جماعه ليه حل؟ طب اديله اكل، طب اديله شرب. هوب شويه لقيته هجم عليا. ايه يا عم في ايه؟ الا مصر يهاجمني. انت مش هتتحرك من هنا، اقف عندك. انا خلاص انا توقعت ان انا خلاص طيبه قلبي هتبقى في حته منها في بقه، وهنا ما كانش في حل قدامي غير ان انا احافظ على ثباتي الانفعالي. ما كانش في حل قدامي غير كده، وفضلت ادلع فيه يا تماسيحه عيب، يا تماسيحه ما يصحش، يا تماسيحه كل اصحابك الاوفياء استقبلوني بكل حب. وفي لحظه يتحول تمساح لسحليه اول ما شاف استاذه منى خليل، وكل الهوهوه والعصبيه وكل اللي انت شفته يا حبيب قلب اخوك اتحول في ثواني. وهنا اقتنعت وايقنت فعلا ان رقمه السري مع استاذه منى خليل. تمساح في ايه دلوقتي الابتسامه من هنا لهنا عشان جت استاذه منى خلاص. ماما سلمت علينا وبقينا يعني انت كده الابتسامه من هنا لهنا. صدق ان انت تمساح تعبان صحيح كده كده تمساحتي الكبير. ماشي يا عم، اضحك اضحك اضحك. هات يا عم التمساح بعد اذنك بعد اذنك. تمساح بعد اذنك بعد اذنك.